أصدقاء الدحيحة من كل مكان في الجمهورية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم الدحيحة مع الدحيح الكبير دكتور كرولوس ناروز. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبنا الغاليين طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم يا شباب سينيور 2. يلا بينا يا صديقي، أعمل لك مراجعة امتحان شهر إبريل. ما تقلقش يا صديقي، مراجعة لن يخرج عنها الامتحان كالمعتاد. يلا بينا يا صديقي، وعايزك مركز معايا كده ومفوق وصحصح كده وفوق، عندنا شغل محترم. ورقة وقلم كده واكتب ورايا النوتس اللي أنا هقولها لك. وما تقلقش يا صديقي، الباوربوينت ده هيبقى نازل لك في كل الجروبات بتاعتنا. كل المطلوب من حضرتك بس تسمعني وتركز وتفهم كل الكلام اللي احنا بنقوله. يلا بينا نبدأ الحصة بتاعتنا. والبداية يا صديقي هتكون طبعا من الاس بلوك. يلا بينا تعالى نشوف كده lesson 1 chapter 2. Which of the following represents the electron configuration of hydrogen ion in lithium hydride؟ طب تقول لي الاول يا دكتور مش لازم اكتبه؟ لازم اكتب الليثيوم؟ اقول لك طبعا يا ابني لازم تكتب الليثيوم. طب الليثيوم ده اتكتب ازاي؟ ليثيوم هيدرايد. بص معايا LiH. افتكر يا صديقي ان الاكسيديشن نمبر بتاع الليثيوم بوزيتيف 1، وبالتالي لازم الهيدروجين يكون نيجاتيف 1. طبعا انا فاكر يا دكتور لما حضرتك شرحت لنا الموضوع ده في الاكسيديشن نمبر، وقلت لما الهيدروجين يكون مع الميتال لازم الاكسيديشن نمبر بتاعه يكون بالنيجاتيف، ولما الهيدروجين يكون مع النون ميتال لازم الاكسيديشن نمبر بتاعه يكون بالبوزيتيف. طيب تعالى بقى هنا يا صديقي ونشوف. انت قلت كده ان الهيدروجين هيجين الكترون. حصل الهيدروجين اصله 1s1، خليه جين الكترون يا دكتور، يبقى يور انسر هتبقى بي. سؤال حلو وما فيهوش اي مشكله خالص. تعالى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال بيقول لك ايه؟ Which of the following represents the result of electrolysis of both molten sodium؟ خلي بالك في فرق كبير جدا مش بيلاحظها غير الشباب الدحيحه. المولتن ها يا صديقي والسوليوشن، في فرق من صوديوم كلورايد مولتن وصوديوم كلورايد سوليوشن. ايه الفرق يا دكتور؟ تعالى بس افهمك طبقا بس عشان ما اكبرش المواضيع حسب المنهج اللي انت اخدته. الصوديوم كلورايد المولتن ده بيكون عند حضرتك في الكونتينر بتاعك، بيكون الصوديوم بس والكلورايد بس، صوديوم اين كلورايد اين بس. الصوديوم انت حضرتك عارف ان الصوديوم ده بوزيتيف، ان ايه بوزيتيف، والكلورايد نيجاتيف. حلو خالص. فالصوديوم البوزيتيف هيروح على الكاثود، لازم يروح على الكاثود. حلو خالص يا دكتور. طب والكلورايد هيطلع على الانود. ده بالنسبه للمولتن يا شباب. لكن بالنسبه للسوليوشن، ودي معلومه للسنه الجايه مهمه جدا، لا يا صديقي الموضوع في السوليوشن بيختلف. ليه؟ لان السوليوشن حضرتك في صوديوم اين وفي كلورايد اين وفي هيدروجين اين وهيدروكسيد اين. ايه ده؟ ما هو سوليوشن اهو، ما تنساش في صوديوم اين كلورايد اين وفي الهيدرينيوم اين اللي هو الهيدروجين اين والاو اتش اين. ما هو سوليوشن في كل حاجه، فدول هيدخلوا معاك في الرياكشن. طب تعالى بقى نشوف برودكت اوف الكتروليسيس مولتن. المولتن خلاص انا فهمته وحفظته وزي الفل اتظبطت. هيدروجين جاز، لا هو ما فيش هيدروجين جاز ايفولفد مع المولتن، لا الكلام ده ما ينفعش. نجيب بقى قلم لونه مختلف كده عشان نغير بقى. صوديوم هيدروكسيد از فورمد. لا يا دكتور صوديوم هيدروكسيد مش هيفورمد ولا حاجه. طب صوديوم ميتال از فورمد، بس هو كاتب لك ات انود. لا احنا قلنا يا دكتور الصوديوم ميتال مش هتبقى عند الانود، دي هتبقى عند الكاثود عشان يحصل لها ريدكشن. فيا دكتور الاجابه هتكون دي. كلورين جاز ايفولفد عند مين يا اولاد؟ عند الانود. عند الكاثود الصوديوم ميتال فورمد. خلي بالك مهمه جدا، يبقى عند الكاثود الصوديوم ميتال از فورمد. طب عند الانود خلي بالك بقى، لو انا بتكلم على الاكواس او السوليوشن، الكلورين جاز عند الانود، ولكن عند الكاثود تلاقي الهيدروجين جاز. حاجه ليها علاقه كده ان شاء الله هتاخدوها السنه الجايه، حاجه اسمها الريدكشن بوتنشال، او هتاخدها كده يعني مش عايز اكبر عليك الموضوع دلوقتي، بس هو مين الاولى انه يحصل له ريدكشن؟ حاجه كده اسمها الالكتروموتيف سيريز. ان شاء الله تاخدوها السنه الجايه في الالكتروكيمستري. يعني الاولى انه يحصل له ريدكشن هو الهيدروجين مش الصوديوم في الالكتروموتيف سيريز. ان شاء الله تاخدوها السنه الجايه. طيب تعال نكمل يا صديقي. السؤال اللي بعده. بص كده. In which of the following reactions the gas produced can't be replaced by oxygen when passed over potassium superoxide in the presence of catalyst؟ تاني. In the following reaction the gas produced، الجاز اللي هيطلع من الرياكشنز دي can't be replaced يعني ما ينفعش ابدله باكسجين.
when passed over potassium superoxide. تعال بس نشوف كده الرياكشنز اللي عندي. thermal decomposition of sodium bicarbonate او بيكربونات. thermal decomposition للصوديوم بيكربونات هيطلع كربون دايوكسيد جاز اهو، ما هو صوديوم بيكربونات. تنساش يا صديقي ان الكربون دايوكسيد جاز ده لو عدى على اهو البوتاسيوم سوبر اوكسايد لا اقدر ابدله بالاكسجين يطلع اكسجين، فده مش معانا. لا هو بيقول لك كانت، ما تنساش ان هو قايل كان نوت، يبقى ايه غلط؟ بي رياكشن اوف صوديوم كربونات اند هيدروكلوريك اسيد. ثانيه واحده، صوديوم كربونات، تعالى نكتب الرياكشن اهو، رياكشن بي اهو، صوديوم كربونات وهيدروكلوريك اسيد اهو، الاثنين دول مع بعض يا صديقي هيطلعوا NaCl H2O كربون دايوكسيد. لا طب ما هنا في رياكشن يحصل مع الكربون دايوكسيد، انا عايز حاجه ما تطلعش كربون دايوكسيد لان الكربون دايوكسيد هيرياكت مع البوتاسيوم سوبر اوكسيد. ثيرمال ديكومبوزيشن اوف ليثيوم كربونات. ما ثيرمال ديكومبوزيشن لو انت بتقول لي سي للليثيوم كربونات Li2CO3 Li2CO3 decompose by heat into lithium oxide وكربون دايوكسيد. لا انا عايز حاجه ما تطلعش كربون دايوكسيد، يبقى الديسوليوشن اوف ليثيوم نيترايد ان ووتر. الليثيوم نيترايد ان ووتر تعالى افكرك كده، ليثيوم نيترايد لو انا حطيته في الووتر dissolved in water يطلع ليثيوم هيدروكسيد بلس الامونيا. الامونيا can't be replaced by oxygen passed over potassium superoxide. لا الامونيا عمرها ما تتحول للاكسجين. خلاص يا اولاد، يبقى اجابتك هتكون دي. سؤال حلو وجميل وزي القمر. Which of the following salt has the highest thermal stability؟ تعال افكرك بمعلومه مهمه قلناها. قلنا يا اولاد الثيرمال stability هي عند الكربونات، all carbonate salt doesn't decompose by heat، ما بيتحلوش بالهيت بالحراره، يعني معنى كده الاستابيليتي بتاعتهم عاليه. بس كان عندك في اكسبشن، الاكسبشن ده كان مين يا اولاد؟ ايوه الليثيوم كربونات، هو ده الوحيد اللي كان ممكن يتكسر بارشلي، يعني نقدر نكسره يقدر يتكسر. طيب ليثيوم كربونات ده طبعا ده اقل ثيرمال، ده ما تتكلمش عنه، ده اقل ثيرمال ستابيليتي، لا هو عايز هايست ثيرمال ستابيليتي. صوديوم نايتريت، ثانيه واحده كده دكتور، ثانيه واحده قول لي بس معلش، هو الصوديوم نيتريت كان ليه هايست ثيرمال ستابيليتي؟ لا ما كان بيتكسر بارشلي، كان ديكومبوز بارشلي او بارشلي ديكومبوز، يعني بيتفك جزء منه. فاكر لما كنت بقول لك صوديوم نيتريت باي هيت يطلع صوديوم نيترايت بلس اكسجين؟ حصل يا باشا، حصل. لا يبقى ده ديكومبوز. طب بوتاسيوم كربونات، ايوه هو ده بقى، لا ده كانت بي كومبوزد، ده كانت ديكومبوز، ده ما ينفعش يحصل له ديكومبوزيشن، ما ينفعش. لكن بوتاسيوم نيتريت برضو بارشل ديكومبوز. خلاص يا صديقي اللي بعده. 5. Which of the following refer to an alkali metal that react with nitrogen gas؟ الكالي ميتال بيرياكت مع النيتروجين جاز. An element used in a manufacture of smartphone batteries، يقصد بالليثيوم. طبعا، طب ما هو الليثيوم بيرياكت مع النيتروجين جاز، انا حاسس ان هي دي الاجابه، بس تعالى نشوف كده نكمل. An element used in a manufacture of lamp that produce yellow light، الصوديوم. لا الصوديوم مش بيرياكت مع النيتروجين جاز، لا. ما هو الكلام هنا بيرجع لمين؟ اللامب اليلو لايت اللي هو الصوديوم. An element 90% of whose production is used as a fertilizer، يقصد بالبوتاسيوم. لا. An element used in a manufacture scratch resistant glass، اللي هو مين بقى؟ الروبيديوم. لا طبعا هو اللي يعمل رياكشن فعلا، هو ما فيش غير ايه؟ اللي هو ليثيوم ايون باتري. يلا يا صديقي السؤال بتاعنا بيقول which of the following represents the correct order of chemical process required to obtain sodium sulfate from sodium metal. يا سلام، ادي الصوديوم سلفيت يا عم الحاج،
وانت عايزه طبعا منين؟ من الصوديوم ميتال. واحده واحده كده عشان كله يسافر والدنيا تظبط الكلام. باسنج كلورين جاز، تمام، اوفر صوديوم ميتال، حلو، يطلع NaCl، تمام. طب وبعدين الكتروليسيس يطلع Na بوزيتيف، حلو. ان باسنج ثرو ذا ريزلتنج جاز ثرو سلفوريك اسيد، يعني انت عايز تطلع الجاز اللي هو يقصد بيه الكلورين ثرو سلفوريك اسيد؟ لا طبعا غلط. هو انت هتعدي الكلورين ازاي يعني؟ رياكشن اوف صوديوم with oxygen عشان يطلع مثلا Na2O2 dissolving the product in water، طب ما يطلع NaOH. passing carbon dioxide gas through the ايه اللي جاب الكربون دايوكسيد يا عم الحاج؟ ده سلفيت. غلط طبعا. reaction of sodium with hydrogen gas NaH، تمام. تحس ان هو بيخلينا نراجع على كل حاجه. dissolving the production in water يطلع NaOH. طب وبعدين passing through carbon dioxide over the product، ما برضه غلط يا جماعه، مفيش كربون دايوكسيد. passing chlorine gas over sodium metal، حلو، over sodium metal. electrolysis of the resulting solution، ماشي، ما نفس الكلام اللي كان فوق. يعني نخلص كده يطلع الصوديوم لوحده والكلورين لوحده. بعد كده بيقول لك ايه؟ adding sulfuric acid، ايوه صح. لو انت ضفت سلفوريك اسيد، السلفوريك اسيد عارف طريقه اهو. اول ما يشوف الصوديوم يقول له ولا هيدروجين. نعم يا باشا، اخرج يلا اخرج. صوديوم اين كان ريبليس الهيدروجين جاز، صوديوم اين كان ريبليس الهيدروجين جاز، فيقول له روح بقى. وبعدين ده خلي بالكم هيبقى جوه بعد الالكتروليسيس خلاص مش هيبقى صوديوم ايون، ده هيبقى صوديوم ميتال اهو، هيبقى ميتال، يعني هيبقى الصوديوم كان ريبليس الهيدروجين. فاجابتك يا صديقي هتكون دي. شوف السؤال اللي بعده بيقول water hardness can be removed by precipitating dissolved magnesium and calcium ion in the form of ايه؟ ايوه يا دكتور، كربونات اهو. كان بيبقى عندك مغنيسيوم كربونات وكان بيبقى عندك التاني كالسيوم كربونات. بالمناسبه اديت لكم معلومه مهمه هنا، اديت لك معلومه مهمه يا صديقي. بص كده، كل الكربونات سولت كان بي dissolved in water، ما بتدوبش في الميه. بس في عندنا اكسبشن لكام حاجه، لثلاث حاجات. كل الكربونات ما بيدوبوش اهو. all معلومه كده، كربونات salts can't dissolve in the water، ما بيدوبوش في الميه. بس قلت لك عندنا اكسبشن. مين الاكسبشن؟ صوديوم، وبعد كده البوتاسيوم، وبعد كده الامونيوم، دول اللي يدوبوا في الميه. Which of the following describe preparation of deliquescent substance؟ يعني ايه كلمة deliquescence؟ deliquescent يعني it means يعني hygroscopic، يعني matter can absorb water vapor من الجو. هي دي شغلتها، تابزورب الووتر فيبر. طيب electrolysis of molten sodium chloride، طب ما انا لو عملت الكتروليز هيطلع الصوديوم ويطلع الكلورايد، لا مش دي. طب reaction of sodium hydroxide with nitric acid، تعال نشوف. صوديوم هيدروكسيد with nitric HNO3، طب ما هيطلع ايه؟ اسيد وبيز يدينا سولت ووتر، يبقى NaNO3 بلس ايه؟ بلس ووتر. يا لهوي يا دكتور، صوديوم نيتريت. الصوديوم نيتريت ده يا ابني كان بيابزورب الووتر فيبر، يبقى هي دي الاجابه بتاعتي، هي دي الانسر الصح بتاعتي. ليه بلف؟ شوف اللي بعده. Which of the following doesn't represent a use of potassium metal؟ doesn't represent اليوز بتاعت البوتاسيوم ميتال. ده بيسأل في اليوزز، ده معنى كده انه ممكن في الامتحان يسأل حضرتك في اليوزز. يبقى كل اللي عليك تحفظ اليوزز زي ما قلت لحضرتك. لازم اليوزز يا جماعه، اليوزز مهمه. fertilizer production، لا بنستخدمه ده كان عندك NPK as a fertilizer. فوتو الكتريك سيل، اللي هي الفوتو الكتريك فينومين، بنستخدمه. احنا عايزين بيقول لك doesn't سيلف contained breathing apparatus، لا كنا بنستخدمه. فاكرين يا اولاد البوتاسيوم سوبر اوكسايد لما كنا بنستخدمه؟ سوري.
فاكرين البوتاسيوم سوبر اوكسايد لما كنا بنستخدمه في السب مارين؟ اهو السب مارين بص يطلع ايه؟ KO2 كان بياخد الكربون دايوكسيد ويدينا الاكسجين. طيب نايت فيجن ديفايس، ايوه لا دي مش تبعنا، دي تبع الروبيديوم، دي مش تبعنا النايت فيجن ديفايسز، يبقى هي دي الاجابه لان هو عايز doesn't represent. اللي بعده which of the following produce a gas used as a reducing agent. طب تعال نشوف كده السؤال واحده واحده. dissolving lithium nitride in a water. طب ما انت لو حطيت الليثيوم نيترايت in a water هيطلع لك ال NH3 جاز اهو Li3 بلس ووتر، هتطلع لك يا عم الحاج LiOH ليثيوم هيدروكسيد بلس NH3. فين الريديوسنج ايجنت؟ مفيش ريديوسنج ايجنت يا عم الحاج. dissolving sodium hydride in a water، هنا بقى نقدر نتكلم. طب ليه؟ بص معايا كده NaH صوديوم هيدرايد ده لو اتحط في ال H2O بص يطلع ايه؟ يطلع NaOH بلس هيدروجين. فعلا يا ولاد الهيدروجين ريديوسنج ايجنت. يعني ايه ريديوسنج ايجنت؟ ينفع يحصل له اوكسيديشن. حصل جدا. ولو عايز تعمل بالانس للايكويشن يبقى تحط هنا 2، يبقى تحط هنا كمان ايوه كده. وريني ثانيه بقى. لا ده انا عايزين نعمل بالانس مظبوط. حطيت هنا 2 يبقى هحط هنا 2 خلاص كده. يبقى عندك هنا ادي 2H 2Na وهنا في 2H. طيب تبقى مظبوط بقى، بس هنا زادت 2 وهنا الاتش يبقى الاو هي بقى اللي عايزه تتظبط. يبقى نحط مثلا هنا 2. لما تيجي بقى توزنها هنزود عند الاتش اللي هناك اهو. المفروض كنت تظبط بقى كده تعمل بالانس عشان الناس اللي بتقول لي ما بنعرفش نعمل بالانس. بص اهو الوزنه دي ما نفعتش، تعال نجرب وزنه تانية. احنا بنجرب. بص يا صديقي ركز معايا. NaH. طب انا عايز اقول الاكسجين مظبوط زي الفل. طب امال انت مين اللي عندك زايد كده يا دكتور؟ الهيدروجين بس صح؟ احنا كده بس الهيدروجين هو اللي زايد. طب اعلمكم طريقه حلوه. مش دول كده 3 ده اعتقد كده بالانسد. لا هي بالانسد سوري. Na ادي Na H ادي H O ادي O ادي H2 ايه بالانسد كده زي الفل. تمام. يبقى dissolving sodium hydride in water طلع الهيدروجين جاز وفعلا ده reducing agent. واللي اللي احنا كنا عاملينه ده بقى. بص بقى. Which of the following refer to the substance capable of absorbing water vapor and binding with it. يعني عايز هيجروسكوبيك، هو حتى عامل لي 2 براكت كاتب لي هيجروسكوبيك. ماشي. صوديوم هيدروكسيد ولا صوديوم نيتريت ولا صوديوم كربونات ولا صوديوم كلورايد؟ يا دكتور احنا عارفين ان الصوديوم نيتريت واحد من الهيجروسكوبيك سبستانس. يا جماعه اللي هو الصوديوم نيتريت. وصلت؟ طيب تعال نشوف اللي بعده. يلا بينا يا صديقي. بص يا احمد احنا هنعيد السؤال ده تاني. السؤال ده هيتعاد مره تانية يا احمد. هنعيد السؤال تاني ركز. Which of the following refer to the substance capable of absorbing water vapor and binding with it. الله سؤال جميل محتاج بس تركيز. يا دكتور هو حضرتك قلت ان يعتبر معظم السبستانس اللي فيهم صوديوم او معظم الكومباوند اللي فيهم صوديوم هم دول هيجروسكوبيك. ده كلام صح. بس هو هنا قال لك بقى كلمه خطيره جدا وهي دي اللي هتفرق بين واحد فاهم وواحد مش فاهم. قال لك ايه؟ and binding with it. يعني ينفع يمسك فيها. طب تعالى كده نشوف. صوديوم هيدروكسيد من الاخر هو هيجروسكوبيك بس ما ينفعش الووتر تمسك فيه. صوديوم نيتريت بس يدوب في الووتر. صوديوم كربونات ايوه. تعالى لي بقى اقول لك ايه حوار بقى الصوديوم كربونات. بص يا قلبي صوديوم سؤال جامد جموده جدا. صوديوم كربونات كان بيعمل لي حاجه اسمها الواشنج صودا. سلام يا دكتور اهو. يعني ده مسك في الميه يبقى هيجروسكوبيك ويمسك في الميه هو الواشنج صودا. اللي بعده which of the following metal form alloy with aluminium that is used in a manufacture of aircraft structures. طب ما هو واضحه. احنا كان عندنا حاجه غير الليثيوم. هو بعينه بغباوته بحلاوته بكل حاجه حلوه عنده. صح كده يا صديقي؟ طيب تعالى بقى يا صديقي نشوف اللي بعده. ركز بقى معايا. which of the following is deliquescent. قلنا deliquescent يعني كان absorb الووتر فيبر. تمام.
substance one that absorb water vapor and dissolve in it، يعني كمان تدوب في المي. طب ما انت عندك هنا يا صديقي الصوديوم نيتريت، اتفقت معاكم عليه، الصوديوم نيتريت يابزورب الووتر فيبر ويدوب فيه، لكن الصوديوم كربونات يا اولاد لا، ده يبايند يرتبط معاه ما يدوبش فيه. اللي بعده which of the following metal form alloy with aluminium is used in a manufacturing of ايوه aircraft، احنا قلناها تمام، الليثيوم. خلاص ما احنا فهمناها دي، الالوي مع الالومنيوم. طب اللي بعده which of the following is the requisite substance، ماشي بيقول لك بقى السؤال هو معلش السؤال متكرر برضو، قلنا يا اولاد الصوديوم نيتريت، لك طالما dissolve in it يبقى صوديوم نيتريت. اللي بعده بيقول لك which of the following metal has a halide used in a night vision devices، احنا قلنا يا اولاد كذا مره على السؤال ده، السؤال ده مهم. وهنا الروبيديوم، كان عندك الروبيديوم صح كده مع مين يا اولاد؟ ايوه ما كان مع البي ار اهو، كان روبيديوم برومايد، مهم جدا مهمه جدا. اللي بعده الله، تعالى بقى ندخل بقى على الاسئله اللي فيها ايه شغل تقيل قوي كده. بيقول لك ايه which of the following figure، سؤال من التقييمات، which of the following figure represents the relation between numbers of atom in the gaseous molecule of the element of group 5A and their atomic numbers. فاكرين يا اولاد لما اتكلمنا عن الحته دي وقلنا يا جماعه كل ما يزيد الاتوميك نمبر، ده كان النيتروجين، وبعد النيتروجين الفوسفورس كان 4، وبعد كده كان الارزينيك ايه برضو، الارزينيك كان 4، طب بعد الارزينيك كان الانتيموني برضو 4، لحد ما جينا عند البيزمس والبيزمس كان 2. فاكرين الترتيب ده ولا لا؟ اعتقد فاكرينه. فكل ما بيزيد الاتوميك نمبر كان بيزيد العدد بتاع الاتوم في الموليكيول، اهو كان 2 4 4 4 بس ثبت، يعني هو كده ثبت. طب فين الشكل اللي يوضح ده؟ باينه قوي، بص على الشكل ايه ده، بص على ايه، بص فضل يزيد اهو بقينا 2، كان الاول 2، بعد كده بقي 4، فضل واقف عند الاربعه لحد ما نزل مره ثانيه الاثنين عند البيزمس. هو ده الشكل المظبوط. سؤال حلو. Which of the following represents the correct order of preparing gas enter the structure of amino acids؟ قلنا يا ولاد ده هو النيتروجين. حلو. ازاي تحضر النيتروجين؟ heat of saltpeter، هو ده اللي هو يقصد بيه البوتاسيوم نيتريت. adding diluted hydrochloric acid، لا طب ما هو ده مش بيجيبه يا ولاد، احنا عارفين ان النيتروجين بيجي من الصوديوم نيترايت ومعاه امونيوم كلورايد، ده كان الرياكشن بتاعنا، فلا ده ما ينفعش. برضو adding sulfuric acid، انت ما احنا قلنا لا ده برضو ما ينفعش، ما يعجبنيش الكلام ده. طب استنى، heating Chilean saltpeter، ماشي. اللي تشيليان بقى اللي هو يقصد بيه ايه؟ ايوه الصوديوم نيتريت. بيقول لك هيتنج سخنه، ادي الصوديوم نيتريت اهو، سخن كده يطلع الصوديوم نيترايت ومعاه الاكسجين، ادي البالانس زي الفل. ادنج امونيوم كلورايد، ده طب ما ده احنا اللي قلناه ان احنا خلاص يا عم الحاج احنا هناخد ده ونضيف عليه الامونيوم كلورايد، تمام، سوليوشن اند هيتنج. فعلا وانا لما اسخن الاثنين دول مع بعض، خلي بالك انا كان يهمني قوي ده الامونيوم نيترايد، سخن كده يا باشا يطلع عندك مين؟ ايوه ال N2 فعلا، ماشي. and collect the gas by downward displacement of water، صح صح، احنا بنلم الجاز ده بان احنا بننزل الميه لتحت او بندفع الميه لتحت، ده كلام مظبوط، هي دي الاجابه. لان الجاز ده يا اولاد قلنا doesn't dissolve in water، مش بيدوب في الميه، والحاجه الثانيه الدنست بتاعته اقل من الوتر، فطبعا الكلام مظبوط. تعال نشوف بقى 19 اكس واي زد، ماشي. 3 colorless gases ما لهمش الوان. X produced by heating ammonium chloride with calcium hydroxide. لا ثانيه واحده، امونيوم كلورايد NH4 Cl مع كالسيوم هيدروكسيد، على طول يا صديقي يطلع الامونيا جاز، خلاص ده امونيا، عرفتك. Y produced by heating ammonium chloride with sodium nitrite، احنا لسه حلينها النيتروجين. produced by reaction of gas Y، reaction of gas Y اللي هو مين؟ اللي هو النيتروجين with oxygen،
ده انا فاكره الرياكشن ده كان رياكشن عالمي، رياكشن عالمي كان بيطلع ال 2 NO. قال لك colorless، يبقى هو احنا كده ماشيين مظبوط. ال 2 NO اللي هو النيتريك اوكسيد. Which of the following option describe the methods for detecting each of these gases Z and X individual؟ عايز يشوف Z و X. ماشي. X passing it through red litmus solution. صح تنفع. Z burning splint. ثانية بس، ايه هو البيرنينج؟ هل القابلية بتاعت الاشتعال بتاعت Z؟ لا، طب هو ما بيولعش يعني، لا ما تنفعش. X passing، ثانية بس، X passing it through solution of blue litmus. طب ما هيطلع ايه لو blue litmus؟ ما طلعش حاجة، ما هو اصلا هو يا اولاد ال NH3 ده بيزك. طب ازاي هيعمل ايه يعني لو عديته على بلو؟ طب ما هو بلو يبقى لونه مش هيتغير. طب exposing it to glass root wet with hydrochloric acid، صح، انا بقول صح. طب وبعدين يا مستر بيقول لك زد a burning splint اللي هو عود ثقاب او حاجه تساعد على الاشتعال. بس هو يا جماعه الجاز ده مش يعني ده مش هيولع، لا ما بيولعش ده، لا. طب X exposing it to glass root with hydrochloric acid، تمام. زد exposing it to air، ايوه صح. تعال اقول لك ليه. دي صح، دي صح. تعال اقول لك ليه. عارف لان ال NO ده اول ما بيشم ريحه الهواء بيتحول لل NO2 يا ولاد، وده لونه ايوه ريدش براون. ده ريدش براون على طول. خلاص كده يا صديقي، يلا بينا. يا سلام يا سلام يا سلام. سؤال كده من ايام الزمن الجميل، عايزك تصحى بقى عشان السؤال ده حلو وجامد جدا. سؤال بيقول لك from the following diagram ammonium nitride اللي هو ال NH4، معلش الصوره مش واضحه، NO2. حلو. ده لما يتسخن هيطلع لي جاز X اللي هو ال N2. حط عليه مغنيسيوم يطلع مغنيسيوم نيترايد. حط عليه ووتر هيطلع MgOH/2 ويطلع ال NH3. حافظ انت ده كله equation يا حبيب قلبي. Which of the following represent X and Y؟ X and Y. اعتقد هو بيسأل على X و Z. معلش السؤال منقول غلط من التقييمات. X و Z ماشي، عدلها بس يا صديقي. A X gas used in a Haber Bosch method Haber Bosch process to produce ammonia، صح. Z ده colorless odorless. لا هو مش odorless gas. لا هو مش odorless على فكرة يا اولاد. ال NH3 لريحة، لا فمعلش ايه غلط جدا. تعال نشوف B. X gas has neutral effect on litmus solution، تمام. and highly soluble in water. لا هو X مش highly soluble ولا حاجة، الكلام ده غلط، ده هو springly soluble. C X gas has neutral effect on a litmus solution and insoluble in water. صح كده. طب النيتروجين فعلا insoluble in water وليه نيوترال effect. طب كمل كده. Z gas that is highly soluble in water، فعلا الامونيا highly soluble and has an alkaline effect on a litmus solution. صح جدا. your answer will be C. صح جدا يا صديقي. تعال نشوف اللي بعده. 21 all of the following chemical reaction produce a gas that form white fumes when exposed to glass root wet with hydrochloric acid. يقصد بيها NH3، يعني كل دول يطلعوا NH3 except that the solution of magnesium nitride. مهم جدا ده. magnesium nitride لو دف في الووتر، طب ما ده هيطلع ال NH3 يبقى ما ينفعش. heating mixture ammonium chloride and slaked lime. ما ال NH4 يا صديقي Cl مع السليكد لايم اللي هو الكالسيوم هيدروكسيد هيطلع برضو الامونيا، فبرضو مش هتنفع، كل ده مش نافع. The thermal decomposition of ammonium nitrite، ايوه جت لحد عندي. الامونيوم نيترايت لو انت سخنتها يطلع ال N2. ما تناقشنيش بقى، يبقى هي دي الاجابه. يا لهوي. Which of the following doesn't represent the correct
consequence of chemical process for preparing nitrogen fertilizer. ماشي. مين من دول مش الطريقة اللي من خلالها نقدر نحضر النيتروجينس fertilizer؟ يا رب يا ساتر، ركز بقى معايا. heating mixture of sodium nitrite هو ال NaNO2 مع مين بقى؟ مع امونيوم كلورايد اللي هو ال NH4Cl. reaction with oxygen under ثانية بس، هو دول لو يعني دول لو طلعوا لو رياكت مع بعض هيطلعوا لي ال N2، وبيقول لك reaction with oxygen under suitable condition هيطلع NO يا مستر، هيطلع نيتريك اسيد. طب وبعدين reaction with nitric acid لا 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 لا، باينه قوي انها ايه. الكلام ده مش صح، مش صح الكلام ده. هو اول ما قال لي reaction with oxygen قلت له يا دكتور لا الكلام ده مش صح، يبقى الاجابه الخطا خلاص باينه من اولها هي يا اولاد ايه. لكن طبعا انك ترياكت بعد كده، بص تعال نشوف كده نقرا للمعرفه يعني. صوديوم نيترايد وامونيوم تمام، دي ما عندناش فيها مشكله. N2 كده رياكشن ويز هيدروجين، طبعا N2 بلس هيدروجين يطلع الامونيا. رياكشن والامونيا مع النيتريك يطلع امونيوم نيتريت. طب هيتنج مغنيسيوم ميتال ويز نيتروجين مغنيسيوم نيترايد ديسولف ان ا برودكت ان ذا ووتر، يبقى المغنيسيوم نيترايد احط في الووتر يطلع ال NH3. NH3 مع فوسفوريك اسيد يطلع ال NH4 PO4 اهو. heating mixture of calcium hydroxide and ammonium، طب ما هيطلع ال NH3 امونيوم كلورايد passing the product over calcium oxide علشان ده as a drying agent. بعد كده reaction with sulfuric طب ما هيطلع ال NH4 باي 2 وادي هنا ال SO4 يا ولاد. لا دي باينه قوي خلاص، يبقى الاجابه زي ما احنا قلنا ايه. which of the following explain why retort، بص بقى retort with a glass stopper is used when preparing nitric acid in a laboratory. ثانية واحدة بقى، هو احنا ليه يا ولاد في التجربة بتاعت الريتورت اللي هي فاكرين يا ولاد اللي هي كانت المعوجة، التيوب اللي احنا كنا بنحضر فيها النيتريك اسيد، اشمعنى استخدمناها؟ ليه استخدمناها؟ يعني احنا عايزين نفهم برضو انت ليه بتحضر النيتريك اسيد موجود في دي. بيقول لك the resulting nitric acid is volatile gas that can only be condensed in the retort. لا غلط، مش عشان كده، لا مش عشان كده. طب نيتريك اسيد فيبورز ار سترونج اوكسيدايزنج، هم فعلا سترونج اوكسيدايزنج، دول سترونج اوكسيدايزنج جدا. ذات كوز رابر ستوبر اللي هي السدادات تو كروت طبعا طبعا. بص يا اولاد انت طالع معاك جاز من الاخر ميه نار، انت طالع معاك ميه نار، ميه النار دي لو طلعت لقيت الرابر ستوبر اللي هي السدادات هتاكلها. فعشان كده يا اولاد احنا استخدمنا الايه؟ الريتورت. مهم جدا السؤال ده، مهم جدا 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 جدا، الريتورت مهم جدا. ماشي اللي بعده. which of the following describe the method for obtaining fertilizer containing two element from group 5A؟ طب مين الفرتلايزر اللي فيه 2 element من ال 5A؟ تعال اقول لك، ما عندناش غير الامونيوم فوسفيت، ما عندناش غيره. تعال نشوف بقى هو عايز ايه. The reaction of gas produced by dissolving lithium nitride with ثانية بس by dissolving lithium nitride مع السلفوريك اسيد. اولا انا مش عايز اشم سلفوريك اسيد تماما، ما تجيبليش سيرته. في حاجه ثانيه سلفوريك اسيد يا ابني A وسي اشطبهم، لان احنا السلفوريك اسيد ملوش دور دلوقتي. The reaction of gas produced by thermal decomposition of nitric acid. ثانية هو مين الجاز اللي بيطلع من الثيرمال decomposition of nitric acid؟ بيطلع بصراحة NO2. ماشي. تعدي على فوسفوريك، لا انا مش عايز NO2 مع فوسفوريك اسيد، مش هينفع، لا مش هينفع، ده ما ينفع. انا عايز ال NH3، عارف لو NH3 اختارها. The reaction of gas produced by heating ammonium chloride with slaked lime يقصد بيها ال NH3، تحضير ال NH3 مع الفوسفوريك. طبعا يا باشا، اهلا وسهلا يا الف اهلا وسهلا يا مرحب يا مرحب، يطلع ال NH4 BO4. هات لي يا ابني ده باي 3 واعمل لي كده بالانس الايكويشن. خلاص خلصنا، سلام، شغل عالي خالص. Study the following diagram and then answer. If you know that the element X can be prepared by
synthetically by fractional distillation of liquefied air. طبعا هنا يا ولاد هو بيتكلم على النيتروجين. خلاص انا فهمت ان ده النيتروجين. نيتروجين عمل له رياكشن عند 3000 ديجري سيليزيوس، طلع لي واي مع الاكسجين. ما هو هيطلع NO النيتريك اسيد، هيعمل له اوكسيديشن يبقى يطلع NO2. خلصت. طيب بص بقى بيسألك بيقول لك ايه؟ which of the following option represent، بص بقى represent ايه؟ the oxidation number of this element in the previous diagram in the order from y to x. ثانية كده، احنا هنجيبها من الأول خالص. يعني معلش كده أنا حاسس إن السؤال فيه خطأ يا شباب، صح كده؟ لا أنا عايز أجيبها. طب يا أولاد يعني معلش من الإكس تو واي، من الإكس تو واي معلش، أو من الإكس تو زي. بنعتذر عن الأخطاء الغير مقصودة دي. يعني من الإكس تو زي واحدة واحدة. أولا الإكس بزيرو، حلو. النيتروجين بزيرو، خلاص يبقى هنشطب بي وهنشطب دي. 0 0، حلو. طب وبعدين يا دكتور في ال NO عايز احسب الاكسيديشن نمبر بتاع النيتروجين، الكومباوند كله بزيرو. لما ده نيجاتيف 2، طب يبقى ده بوزيتيف 2 عشان الكومباوند يبقى بزيرو، يبقى الواي هنا بوزيتيف 2. طب حصل له اوكسيديشن، بص ان الكومباوند كله ايكوال 0. انا عايز احسب الان. الاكسجين نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 تايمز 2 يبقى نيجاتيف 4، يبقى هنا لازم الان تبقى بوزيتيف 4. يبقى اتحولت. بص كده معلش بقى، يبقى اجابتك هتبقى ايه؟ 0 بوزيتيف 2 بوزيتيف 4. ايوه، ودي يور انسر. يلا بينا يا صديقي ونكمل مع بعض. question 26. السؤال بيقول which of the following explain the appearance of reddish brown fumes in a nitric acid preparation apparatus. حبيب قلبي المحترم، النيتريك اسيد لازم تبقى عارف انه لما بيتكسر ويحصل له ثيرمال ديكومبوزيشن بيطلع النجم العالمي اللي حضرتك شايفه قدامك. ايوه هو ده النيتروجين داي اوكسيد او النيترس جاز. حلو. ده لما بيتكسر اللي هو النيتريك اسيد هيطلع الريدش براون فيومز دي. طب حلو. فبيقول لك ايه ده الاكسبلين بتاعه؟ ايه؟ الهيتنج تو تمبريتشر هاير ذان 100 ديجري سيليزيوس. صدقني ايوه صح، لانك انت لما هتسخن اكتر من 100 ديجري سيليزيوس هو كده هيتكسر، ولما يتكسر يا ولاد هيطلع النيتروجين داي اوكسيد. حلو، يلا بينا. which of the following oxide doesn't react with sodium hydroxide؟ يعني مش هيعمل رياكشن مع ال NaOH. واحدة واحدة ونفهم ونشوف الدنيا. يا لهوي، مين بقى؟ نيتروجين بنتوكسيد. هو صدقني النيتروجين بنتوكسيد ده اسيدك اوكسيد فيرياكت عادي، ده اسيد مع بيز عادي. طب فوسفورس بنتوكسيد، ما ده نفس النظام يا عم الحاج، ما هو نفس الحكايه، ده اسيد وده بيز يرياكت عادي. ارزينيك بنتوكسيد نفس الكلام، صدقني نفس الكلام. هو تقريبا كانوا واخدين شاليه كده في العين السخنه، الشاليه ده كانت شغلته كله اسيدك مع بيزك. لكن نشوف بقى مين اللي ما انضمش للشاليه ده اللي هيعمل رياكشن مع الصوديوم هيدروكسيد. ايوه هو البيزمس بنتوكسيد يا اولاد. البيزمس بنتوكسيد ده بيزك اوكسيد. هو ويك بس في النهايه بيز، ما ينفعش البيز يعمل رياكشن مع البيز. خلاص يلا بينا اللي بعده. which of the following compound solution is the strongest base؟ مين اقوى في البيزستي؟ الله حلوه قوي دي، حلوه قوي. ده مديني كومباوندز ارزن، فوسفين، امونيا، ستابين. طب مين يا جماعه الاجابه فين؟ تعال اقول لك ترتيب حلو قوي كده تحفظه. بص يا صديقي، NH3 BH3، بعد كده ايوه ASH3، اخر واحد الاستابين اللي هو اهو SBH3. بص يا صديقي، دول ال5A جروب. ال5A جروب كل ما تنزل لتحت يا صديقي، بص كده كل ما ننزل لتحت هيحصل ايه يا دكتور؟ البيزستي او البيزك بروبرتي بتقل. حصل بالنسبه لدول. فطبعا مين السترونجست بيز بالنسبه لهم؟ هو ده نجم النجوم، ده الامونيا. الامونيا واكتر واحد فيهم يدوب في الميه، سبحان الله. لان هو المور بولار، كل ما بتزيد البولاريتي، قلنا يا اولاد كل ما بتزيد البيزستي وبتزيد البولاريتي، هو بالنسبه للامونيا يعني هو البيزستي بتاعته عاليه لانه اول واحد يعتبر من فوق. طب وكمان عنده البولاريتي بتاعته عاليه، وكل ما تزيد البولاريتي ده بيزود السولابيليتي بتاعته في الووتر.
ماشي كمل. which of the following oxide react with acids. react with acid. مين react with acid؟ اكيد البيز. وحاجه تانية، هو ممكن البيز يرياكت مع الاسيد او الامفوتيريك يرياكت برضه. طب ثانيه واحده، نيتروجين تراي اوكسايد ده لا يا نجم. ليه؟ نيتروجين يبقى ده اسيدك. فوسفورس بنتوكسايد حبيب قلبي مش عايزين مشاكل، انتوا اسيدك، ده انتوا لسه من شويه ومعاكم الارزنك. الا انتوا الثلاثه اسيدك اوكسايد، عيب عليكم، بلاش الحركات دي انا هرشكم. طب مين يا دكتور اللي يقدر؟ ايوه الانتيموني تراي اوكسايد الاس بي 2 او 3. افكرك ان كنت ناسي افكرك، ده امفوتيريك. امفوتيريك يعني ايه امفوتيريك؟ امفوتيريك يرياكت مع الاسيد از بيز، يقلب نفسه بيز، ويرياكت مع البيز از اسيد، وخلصت. يبقى يا اولاد الاجابه انتم. اللي بعده which of the following compound is the highest thermal stable. مين دول is the highest thermal stable؟ طب تعالى بقى افكرك احنا قلنا كل ما نبقى فوق يعني كل ما ننزل كده، تعالى نقولهم بالترتيب تاني. NH PH3 بعد كده AS H3 بعد كده SB H3. كل ما تنزل لتحت الثيرمال ستابيليتي تقل. اهو الاستابيليتي بيحصل لها ايه؟ بتقل. صدقني الاستابيليتي هتقل. طب ماشي، هو بيقول لك ايه؟ انا عايز الهايست ستابيليتي. خلاص يا عم الحاج الامونيا. اهو انت زعلان قوي كده ليه؟ الامونيا يا عم الحاج، ولا تزعل نفسك، قد الدنيا، انت قد الدنيا وقد الناس كلها. شوف اللي بعده which of the following oxide doesn't react with acids. ده مش هيرياكت with acids، صح كده ولا غلط؟ مين يا ولاد من دول doesn't react with acids؟ لازم تفكر واحده واحده عشان نفكر كده وبشويش. هو بيقول لك مش هيرياكت مع الاسيدز، طبعا هي باينه قوي قوي. بص يا ولاد، البزمس لا يرياكت. طب ليه يا دكتور البزمس يرياكت؟ لان حضرتك عارف ان البزمس ده بيز. صح، حصل الكلام ده يا دكتور، حصل. يبقى لو انا بتكلم على البزمس فالبزمس بيز. طب بالنسبه للفوسفورس، الفوسفورس اسيدك. لا اسيدك جدا. طب ثانيه، يبقى الاسيدك مش هيرياكت مع الاسيدك وتختار الفوسفورس. طب ما الارزينيك يا دكتور، انت قلت من شويه ارزينيك تراي اوكسايد، الارزينيك برضو ممكن يبقى اسيدك. بص يا صديقي، الارزينيك لو هيبقى اسيدك فهو هيبقى ويك اسيدك، ده لو احنا صنفناه كده. لكن الارزينيك مايل لحته الميتالويد برضو، فلما هو يقول لي مش هيرياكت مع الاسيد يبقى انا عايز واحد اسيدز عشان ما يقدرش يرياكت معاه. وعندك اشهر اسيدز عندك او اشهر اسيدك اوكسايد هو الفوسفورس. يور انسر ويل بي. خلاص كده. اللي بعده يلا بينا يا صديقي نشوف question 32 which of the following compound is the least thermal stable. يا ابني احنا مش رتبناهم من شويه، احنا رتبناهم صدقني. طب رتبناهم ازاي يا دكتور؟ اهم يا دكتور بص معايا. فاكر لما حضرتك قلت لي اول واحد اكتبه هنا اهو هو الامونيا، تمام، واقل واحد يا ابني مين؟ هو الاستابين الاس بي اتش. هو عايز الهايست ولا الليست؟ يبقى اقل واحد، انزل تحت. ده اعلى ثيرمال ستابيليتي، ده اقل ثيرمال ستابيليتي. خلاص يبقى اجابتك ويل بي دي. اللي بعده all of the following produce. ايوه حبيب قلبي، احنا كده حبيب قلبي دخلنا على سكه اللي يروح ما بيرجعش، وعايزك كده تبقى مركز كويس قوي. بيقول لك ايه؟ all of the following reaction produce nitric oxide. يطلع مين النيتريك اوكسايد؟ يلا نيتريك اوكسايد اهو. except مين ما يطلعش يا عم ربنا؟ يعني يلا. the reaction of nitrogen with oxygen. nitrogen with oxygen كام؟ at 3000 degrees Celsius using electric arc. طب ما دي هتطلع NO. لا يبقى دي ما ينفعش اختارها. adding copper filling to dilute nitric acid. طب انا بس عايزك تستنى شويه كده. طب هو انت لو حطيت الكبر فيلنج على الدايليوت نيتريك اسيد ما برضه هيطلع ال NO. طب ادنج ايرن فيلنج تو دايليوت، يا عم اي حاجه دايليوت هيطلع نيتريك اسيد، الله يخليك.
طب adding copper filling to concentrated، ايوه هي دي الاجابه، عشان دي هتطلع NO2 يا صديقي. NO2 يا صديقي. شوف العظمه اللي بعدها، شوف العظمه اللي بعدها. يخرب بيت السؤال اتشوه. اسمعني بس معلش. Which of the following correctly describe the experiment and observation used to distinguish between، هنميز ما بين مين يا اولاد؟ ما بين الدايليوتد نيتريك اسيد وما بين الكونسنتريتد نيتريك اسيد. تعال نشوف هنعمل ايه، ربنا يستر علينا كلنا. يلا. addition of iron، لو احنا ضفنا ايرن مع الدايليوتد يعمل باسيفيتي، ما حصلش. ده مع الكونسنتريتد يعمل باسيفيتي، يبقى دي غلط. addition of iron مع الدايليوت يطلع، يا ابني ركز، مع الدايليوت يطلع reddish brown fumes form at the mouth of tube. صح. هقول لك ليه. لان مع الدايليوت كان بيطلع يا اولاد النيتريك اوكسايد، واول ما يشم ريحه الهواء يتحول ل NO2، فدي صح. طيب نو رياكشن اوكيور مع الكونسنتريتد، صدقني صح. يبقى الاجابه هتكون ايه يا صديقي؟ ايوه يور انسر والبي بي. خلاص دي مظبوطه 100%. خلاص زي الفل. اللي بعده سؤال حلو جدا ده، خلي بالكم يا اولاد، واحد من الاسئله القويه ان هو يقول لك ازاي تفرق ما بينهم. اللي بعده بص بقى. Which of the following describe the reaction to obtain oxygen gas؟ حلو. adding copper filling to dilute nitric acid. ثانية يا عم، هتحط كبر فيلنج على الدايليوت نيتريك اسيد، طب ما اند هيتنج، معلش، طب ما هتطلع NO وبعد كده ممكن يتحول ل NO2، لكن فين الاكسجين؟ هو انت عايز تو اوبتين اكسجين. هيتنج نيتريك اسيد تو تمبريتشر بيلو، خلي بالكم الكلام هنا والتمبريتشر والرياكشن ده انا يمكن اتكلمت عليه وقلت عليه مهم جدا. لو بيلو ال 100 ديجري سيليزيوس يا دكتور، بيلو ال 100 ديجري سيليزيوس مفيش رياكشن، النيتريك اسيد مش هيتكسر. طب لو انا سخنت النيتريك اسيد تو تمبريتشر هاير ذان، ايوه هات لي دي بقى وفكرني كده بالايكويشن. تعالى كده فكرني بالايكويشن، كنت بقول لك ان النيتريك اسيد اهو بيتكسر باي هيت، يطلع فاكر NO2 بلس ووتر بلس ايه يا اولاد؟ اكسجين. فاكر لما قلت لك عشان كده احنا قلنا على ده سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. طب قلت عليه ليه يا اولاد سترونج اوكسيدايزنج ايجنت؟ ايوه لانه يا دكتور خلي بالك، هقولها لك تاني اهو، لانه بيطلع في الرياكشنز بتاعت اكسجين لما تسخن عند اعلى من 100 ديجري سيليزيوس. وخلي بالك اعلى من ال 100 ديجري سيليزيوس اتكررت اكتر من مره. تحس كده ان ال 100 ديجري، انا حتى لساني خلاص علق مش جايبها. لا مظبوطه 100 ديجري سيليزيوس تقيله صح؟ طيب خلاص يا اولاد. اللي بعده which of the following represents the metal suitable for manufacturing bottles used to store concentrated nitric acid. انا عايز اعمل بوتلز اخزن فيها النيتريك اسيد. حلو. يبقى يعني من المنطق من اللوجيك كده تقول ان لازم البوتلز دي ما تعملش رياكشن مع النيتريك اسيد. حلو. طب زي مين بقى؟ استخدم ايه؟ كروميوم والومنيوم. صح، انت بتتكلم صح. طب ليه؟ لان الكروميوم لما يحصل له اوكسيديشن هيعمل نون بورس لاير، والالومنيوم لما يحصل له اوكسيديشن بالنيتريك اسيد هيعمل نون بورس لاير، فدول مش هيعملوا رياكشن مع النيتريك اسيد. صح، يبقى حاجه فيها كروميوم او الومنيوم. سؤال حلو جدا ده. which of the following uses consume، يعني من 75% ل 85% من الفوسفورس برودكشن، 3/4 الكميه الكبيره دي طبعا بنستخدمها في الفيرتلايزرز. using to الفيرتلايزرز، بنعمل منها الفيرتلايزرز. السؤال ده جامد جدا. which of the following oxidize is added to wood and fabric products to increase their fire resistance؟ سؤال امتحان. مين يا اولاد اللي كان بيستخدم as a fire resistance؟ يعني ايه fire resistance؟ fire resistance يعني اخر الحريقه، يعني اول ما النار تمسك ما تاكلش الدنيا، لا تاخد وقت. وطبعا يا اولاد احنا قلنا ده واحد من اهم اليوزز للانتيموني، واحد من اهم اليوزز للانتيموني تراي اوكسايد. نشوف السؤال اللي بعده، سؤال حلو. from the corresponding table which of the following represent X and W؟ طب واحده واحده كده يا ابو الباشا،
واحده واحده نشوف الكلام رايح على مين. بس عندي ليك تريكان انما ايه، تحفه تحفه صدقني. الواد اول ما شاف كلمه ليكويد قال لي خلي بالك ده ممكن يكون كونسنتريتد. قلت له صدقني معاك حق، كلمه ليكويد عندنا في الكيمستري ايكوال كونسنتريتد. لو شفت كلمه اكواس او شفت السيمبل بتاع الاكواس تعرف ان احنا بنتكلم على الدايليوتد. طب ماشي يا دكتور، طيب واحده واحده الكلام على مين. يلا تعالى كده بص معايا وركز. انت حضرتك دلوقتي حطيت السبستانس اكس، وبعد ما حطيت السبستانس اكس طلع واي وطلع زد وطلع الجاز. يعني انا شايف طلع زد وطلع الجاز دبليو. ماشي، بيقول لك ايه بقى، مين اكس ومين دبليو. تعالى واحده واحده بقى. هل الاكس كبر؟ هو الاكس كبر ليه؟ لان انت قلت لي ال دي ات مينز كونسنتريتد، فهو مفيش غير الكبر اللي هيرياكت مع الكونسنتريتد ويطلع جازز. يبقى طب ثانيه، هو لو كبر مع الكونسنتريتد يطلع نيتريك اوكسيد؟ لا دي غلط، واي حاجه فيها ايرن غلط، واي حاجه فيها ايرن غلط. يبقى انت يا صديقي ما عندكش الا سي. التركيه في السؤال ده انك تقرا اللتر ده ال كونسنتريتد. خلاص اللي بعده the use of the element in a group 5A. ماشي نعتبرها 5A. ماشي. has been banned in the pesticide industry. يعني كان اتمنع كده في صناعة البيستسايد اللي هي المبيدات الحشرية in some of developed countries since 1970. ماشي. which of the following describe a recent use of a compound of this element. هو انا شايف ان هو بيتكلم على الارزينيك، لان الارزينيك يا اولاد كان واحد من البيستسايد السموم اللي اتمنع استخدامها. طب ليه يا دكتور اتمنع استخدامها؟ احنا قلنا يا شباب ان الارزينيك ده مادة قاتلة، فيه سم. طب بما ان هو فيه سم حضرتك، يبقى انت عرفت ان هو الارزينيك لانه اتمنع. طيب ايه اليوزز بتاعته التانية غير بس الحته دي؟ لا احنا كنا بنستخدمه في المانيفاكتشرنج اوف فليكسبل سولار بانلز. دي مهمه جدا دي. اهو هو بيسال في اليوزز كتير، يعني هو دحيح. which of the following doesn't describe property of nitric acids. doesn't. ماشي واحده كده واحده. it react with element follow hydrogen in the chemical activity series. الكلام ده غلط. يعني مش غلط قوي، يعني الكلام ده صح بس مش مع الاليمنت، هو مع الاوكسايد اوف ذيس اليمنت. يعني هو بيرياكت لانه بيرياكت مع الكبر، والكبر هو بعد الهيدروجين، فما عنديش مشكله. بس الكلام صح، يعني الكلام مظبوط ماشي مفيش مشكله. بس انا عندي اعتراض على كلمه الاليمنت، المفروض يقول الميتال اوكسايد عشان يبقى الكلام واضح. ماشي. هو بيرياكت it react with element above hydrogen. طبعا اللي هو بيرياكت مع الايرن، يبقى اذا هو بيرياكت. تمام، دي صح ودي صح. its diluted state dissolve iron and release a gas that ignited with pop sound. ثانيه بس، هو بيقول لك يعني الدايليوت ستيت بيرياكت مع الايرن. اكيد يا دكتور بيرياكت مع الايرن. تمام. طب وهو في الدايليوت ستيت انا فاكر الرياكشن يا اولاد كان بيطلع ايه؟ الرياكشن ده كان بيطلع في الدايليوت ستيت كان بيطلع ايرن FeNO3 باي 3، وكمان كان بيطلع ال NO، وكمان كان بيطلع الووتر. طب هو بيقول لك بقى هيطلع بقى جاز ignites with pop، يعني هيشتعل بصوت فرقعه. لا فين الهيدروجين جاز عشان يعمل كده؟ يبقى اذا دي هي الخطأ، دي هي الاجابه يا اولاد. اجابات طويله قوي. خلاص دي هي الغلطه، مفيش الكلام ده، يا صاحبي. اللي بعده، شوف يا ابني اللي بعده، دوس بقى. شوف بقى سؤال حلو قوي، بيقول لك from the following diagram given that the gas Z is a nitrogen oxide. يعني الزد ده نيتروجين اوكسايد in the positive to oxidation state. خلاص يبقى هو يقصد بيه ال NO. ماشي، ما ده معناه. تمام. فبيقول لك ايه بقى، تعالى بقى واحده عشان نفهم اللعبه كلها. بيقول لك ان الاليمنت دبليو ده اتحط مع اكس جاز عشان يطلع زد. طب هو مين دبليو ده؟ يعني ده مين؟ انا عايز افهم مين ده. اكيد يا صديقي ده النيتروجين. نيتروجين اتحط مع اكس ده
جاز تاني واتحط في الارك اكيد الاكسجين، يبقى الاكس ده اكيد اكسجين علشان يطلع ال NO. صدقني الكلام مظبوط. طب بقى مين واي؟ مين بيرياكت مع الدايلوت؟ الواي احتمال تبقى كبر واحتمال تبقى ايرن. صدقني لسه مش عارف، تعال نشوف. Which of the following option represent X and Z and Y؟ طيب X خلاص احنا XO2 خلاص XO2 خلصت، يبقى دي خطأ ودي خطأ مش معانا. طب Z احنا قلنا NO، Y خلاص ايرن، يبقى your answer will be A. كلام فل الفل. Which of the following metal produce reddish brown fumes؟ ايوه هات لي كده الريدش براون فيومز مع مين يا صديقي؟ when react with concentrated nitric acid. يعني هيطلع ريدش براون فيومز، يعني عارف يطلع مين يا صديقي؟ يطلع ال NO2 عشان تقول لي ريدش براون فيومز، ده النجم بتاع ريدش براون فيومز. الومنيوم لا، الومنيوم بيعمل باسيفيتي، كروميوم يعمل باسيفيتي، خلي بالك هو كاتب كونسنتريتد، ده باسيفيتي، يبقى انت ما عندكش غير الكبر. سؤال لذيذ في اللذيذ منه جدا يعني. تعال نشوف رياكشن تاني، خلي بالك هو الرياكشن ده اللي كان من شويه برضه. If you know that the gas Z is one of the nitrogen oxide، ماشي بس خلي بالك هنا بقى فيها لعبه، عشان ما تقوليش انت حافظ الاسئله، لا هنا السؤال فيه لعبه. الدبليو هنا انتهى ب 2B4، عارف ده مين يا قلبي؟ ده الاكسجين يا صديقي، الاكسجين لانه انتهى B4. طب والاكس؟ الاكس اكيد هو النيتروجين، ما ملهاش حل تاني. حاضر طيب، وحطهم في الكتريك ارك طبعا عشان يطلع ال NO. وتعالى بقى نشوف بقى، نكمل بقى اللعبه كلها والاتش NO3 دايليوتد. تعالى نشوف بقى هنا، بس غير حاجه انت مركز. If you know that the gas Z is one of nitrogen oxide، تمام، in its positive 2 oxidation state، which of the following option represent XZY؟ ماشي X خلاص XN2، يبقى دول غلط. بص اللعبه تركز في الدبليو، هو استخدم البيلدينج اب برنسبل عشان يقول لك ده مين. تمام، اكس نيتروجين حلو صح ماشي. طيب زي NO2 لا معلش بقى، ده دايليوتد يبقى هيطلع NO ومش هيرياكت اصلا مع الايرن، يبقى اجابتي هتبقى دي. Which of the following metal react with concentrated and diluted nitric؟ يا عم الحاج واحنا عندنا حاجه غير الكبر؟ ما الكبر هو اللي بيرياكت مع الدايليوتد ومع الكونسنتريتد، هي شغلانه. بس معلش يا صديقي ما تنساش ان الكونسنتريتد تكتب ال والدايليوتد تكتب اكواس، عشان بس اللعبه دي الناس ما بتاخدش بالها منها، خلي بالك انت منها بقى. ابو المفهوميه، يا سلام يا ابو المفهوميه. بص بقى هنا ابتدى يلعب لعبه ثانيه، نفس السؤال بس غير فيه حاجه. From the following diagram، W ده جاز رياكت مع X جاز، طلع Z جاز. خلاص يا عم. طب ايه تاني؟ بيقول لك if you know that gas Z is the nitrogen oxide in positive 4 oxidation state. حبيب قلبي طالما قال positive 4 يبقى ده ال NO2، احفظها معايا كده، يا اما خلاص تبقى عارف. لو قال لك positive 2، بص positive 2 يبقى هو بيتكلم على ال NO، positive 4 يبقى هو بيتكلم على ال NO2. خلاص بقى يلا. Which of the following represent W and Z and Y؟ طيب واحدة واحدة. أنا أهم حاجة بالنسبة لي أشوف حاجة تطلع NO2. طبعا أكيد الزد ده NO2، يبقى إجابتي هتبقى يا إما A يا إما C. تمام. في نقطة، هو حاطط كونسنتريتد، يبقى انا مش هينفع رياكت بالايرن يعني، لان الايرن مش بيرياكت مع الكونسنتريتد، يبقى اجابتك هتكون سي. خلاص واضحه. كبر، ايوه بالظبط كبر واي، وطبعا الكبر مع الكونسنتريت طلع ال NO2، مع العلم ان اكس ده ممكن يكون NO. طب عرفت منين NO؟ حبيب قلبي ما هو ممكن الاكس ده يبقى NO وده O2 حصل له اوكسيديشن فطلع ال NO2. نكمل يا صديقي. All of the following element resist the effect of concentrated nitric acid except. يعني ايه بيريزيست افكت؟ يعني خلاص مش هيعمل رياكشن except مين؟ انت عندك حاجه غير الكبر اهو، ما فيش غير الكبر اللي مختلف عنهم، لكن الومنيوم باسيفيتي، كروميوم باسيفيتي، ايرن باسيفيتي. شكرا. Which of the following doesn't describe؟ ايوه هنا بقى صديقي هندخل على الشابتر 3 واسئله الشابتر 3. عايز بقى كوبايه شاي جميله بقى
وتيجي كده تجيب كوبايه شاي وتقعد تسمعني وتركز معايا كويس قوي في الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي، خلاص؟ عشان نركز بس مع بعض، اوكي؟ يلا بينا نبدا. تعالى بينا كده يا صديقي ونشوف السؤال رقم 49 بيقول which of the following doesn't describe الايزوتوب؟ مين لا ينطبق على الايزوتوب اوف كربون؟ تعالى بس افكرك يعني ايه ايزوتوب. قلنا يا اولاد الايزوتوب هم اتوم لذا سيم element، خلاص كده، بس مختلفين في الماس نمبر. اهو بص، مختلفين في الماس نمبر، مختلفين ولكن ليهم نفس الاتوميك نمبر. طيب تعالى نشوف كده زي هاف ذا سيم كيميكال بروبرتي، صح؟ لان كلهم هيدروجين، كلهم كربون، سوري. طيب زي هاف ذا سيم اتوميك نمبر، طبعا. زي هاف ذا سيم نمبر اوف بروتونز، طالما الاتوميك نمبر واحد يبقى ليهم نفس عدد البروتونز. زي هاف ذا سيم نيوكلير رياكشن، لا هنا بقى ونقف، لا هم مش ليهم نفس النيوكلير رياكشن لان عدد النيوترونز فيهم مختلفه، فبالتالي ما لهمش نفس النيوكلير رياكشن. سؤال جميل وحلو. السؤال اللي بعده بيقول element X، ماله يا عم الحاج X ده؟ X 127 52. Which of the following option represent the nucleus of isotope of this element؟ انا عايز الايزوتوب بتاع الاليمنت ده. اولا لازم نتفق ان الايزوتوب بتاعه لازم يكون في برضه نفس عدد البروتونز، يبقى كده السي او دي ما تنفعوش، لازم يكون في نفس البروتونز. تاني نقطة، تعالى يا صديقي نحسب عدد احنا خلاص شبه ان احنا حليناها يعني. تعالى نشوف كده يا صديقي ايه اللي يفرق كده في الايزوتوب. الايزوتوب اللي بيفرق يا دكتور فوق الماس نمبر. طب حلو، يعني انت بتقول لي الاتوميك نمبر 52 مفيش مشكلة، يبقى اللي يفرق عنه بص كده X 52 127 اخوه اللي شبهه بالظبط ممكن يبقى كده، بيختلف عنه بس في عدد النيوترون. طب بص يا دكتور، خلاص يبقى اذا البروتونز 52 يبقى A او B. طب بص كده هو حلها لك النيوكلونز نمبر. ايه النيوكلونز نمبر دي؟ يقصد بيها الماس نمبر، يقصد بيها الماس نمبر. طب خلاص، ما انت عايز الايزوتوب بتاع ال 127 يبقى هو 126، يبقى يور انسر هتبقى ايه؟ سؤال حلو وما فيهوش اي مشكله تماما. السؤال اللي بعده بيقول 3 isotopes of the same element X one of which has nucleus containing 19 protons. ثانية، يعني واحد منهم النيوكليس بتاعته فيها 19 بروتون. همشي معاك واحدة واحدة. and the second has nucleus containing 21 نيوترون. ماشي، خلي بالك هو قال لك التانية فيها 21 نيوترون. طب اللي فيها 21 نيوترون اقول لها ما هو انتوا كده كده اكيد زي بعض في عدد البروتون، فطالما انت عندك 21 نيوترون يبقى الماس نمبر، بص ما هو الماس نمبر ايكوال النمبر اوف بروتون اللي هي 19 بلس 21، صح كده؟ النمبر اوف نيوترون يبقى ايكوال 40. خلاص يبقى انت الايزوتوب بتاعك فيه 40 اهو. and the third has nucleus containing 39 نيوكلونز. النيوكلونز دي عايده طبعا على مين يا اولاد؟ على الماس نمبر كله. ثانيه واحده، يعني التاني بتاعهم X 39 واكيد لنفس العدد من البروتونز. حلو، فهو بقى بيسالك بيقول لك ايه؟ which of the following option، سؤال جميل، which of the following option represents the isotope of element X اللي هو الاولاني اكيد يعني. هقول له لازم يبقى مختلف عنهم في الماس نمبر. طب ثانيه واحده، في الماس نمبر ثانيه كده، تعالى لي بس. اهم حاجه يبقى كلهم يا اولاد فيهم نفس الاتوميك نمبر. خلاص اتوميك نمبر انا شايف دول زي بعض في الاتوميك نمبر. ماشي، تعالى كده بص معايا يا صديقي، بص معايا يا صديقي واحده واحده كده. طيب اولا ايه ما تنفعش؟ ليه؟ هم زي بعض في الماس نمبر ومختلفين في الاتوميك نمبر وده عك. بي، اولا بي هو جايب لي ان الاكس طب تصدق صح، هم زي بعض في الاتوميك نمبر، وهو قال لي ان عدد ان البروتونز اللي عنده كام يا اولاد؟ 19. خلاص يبقى كده اجابتك ايه يا صديقي؟ اجابتك ايه يا صديقي؟ اعتقد انه كده الاولاني. بص بس بقى عشان بس افكر مع حضرتك. هو قال لك ان التاني اهو بيقول لك ان 3 ايزوتوب ذا سكند هاز، السكند التاني في 21 نيوترونز اللي هو احنا جبناه ده التاني صح كده؟ يبقى كده يا اولاد اجابتنا طالما بيقول لك ان ده التاني، خلاص ما هو قال لي ده التاني، يبقى كده اجابتي بي.
هتقول لي ليه؟ هما دول مختلفين في الماس نمبر صح وزي بعض في الاتوميك نمبر، بس انا مشكلتي مع التاني. التاني هو مظبوط، طب والتالت؟ ما هو برضه هو سأل على التالت. التالت هو قال لي ان التالت عنده 39. اعتقد في حاجه، يعني انا في حاجه مش فاهمها، ان الاختيار بي زي الاختيار دي، ما اعرفش ازاي يعني، بس ده سؤال من التقييمات. ولكن الاختيار يكون بي او دي، انا شايف طبعا هما الاثنين ينفعوا، انا شايف الاثنين ينفعوا. شوف السؤال اللي بعده. من فضلك يا صديقي ركز، من فضلك يا صديقي ركز. السؤال بيقول، يلا بينا يا صديقي، بيقول لك which of the following، خلي بالك which of the following مالهم بقى is not affected by an electric field. ثانية، بيقول لك مين مش بيتأثر بالإلكتريك فيلد أو any electric field؟ الجاما ريز اند بيتا بارتكلز. لا، احنا قلنا الجاما ريز دي نيوترال صح، لكن البيتا بارتكلز دي يا اولاد نيجاتيف. جاما ريز اند بيتا بارتكلز خلاص دي استبعدناها. لا ليه؟ علشان البيتا بارتكلز والبيتا بارتكلز دي بتتأثر. بيتا بارتكلز اند الفا بارتكلز، طب ثانيه، هو البيتا بارتكلز احنا قلنا على البيتا بارتكلز نيجاتيف والالفا بوزيتيف، لا تتاثر، يبقى دي غلط. هيليوم اتوم، هو الهيليوم يا ولاد بما ان الهيليوم اتومز، الهيليوم اتومز اي اتوم هي نيوترال، والجاما ريز يعتبر هي نيوترال، ففعلا يا ولاد اللي مش هتتاثر هي سي. تعال نكمل بقى. 53 given that the nuclear binding energy of element X. اصحى بقى معايا للرولز والشغل، وجاهز بقى الكالكوليتور، مجهز الكالكوليتور بتاعتي وانت كمان جاهز الكالكوليتور بتاعتك. بتقول لنا ايه؟ النيوكلير بايندنج انرجي اللي هي البي اي مالها بكذا مليون الكترون فولت، and the nuclear binding energy per nucleon، ده مديلك بير نيوكلون كمان، حلو الرقم ده. which of the following represent element X. تعالى افكرك برول حلو قوي. احنا كنا بنقول البايندنج الكترون، البايندنج انرجي بير ايتش نيوكلون، للنيوكلون الواحد بتيكوال ايه؟ فكرني كده بالرول. ايوه، البي اي اوفر الاي اللي هي الماس نمبر. حضرتك انا مديلك البي اي، حصل يا دكتور؟ حصل. ومديلك البي اي بير اتش نيوكلون، حصل. انا عايز منك ايه دلوقتي؟ انا عايز منك الايه. خلاص يبقى هقول لك ايه بقى؟ بص سهله، الايه هتيكوال البي اي اوفر البي اي بير نيوكلون. خلصنا، خلي بالك، خلصنا. تعالى كده نديفايد على بعض اهو. يلا الكالكوليتر الجميله تطلع معاك 16. اذا الاي ب 16، يبقى الماس نمبر يا اولاد بكام؟ الماس نمبر ب 16. طيب فين دول الماس نمبر ب 16؟ ما عندناش غير دي. خلاص كده يا ساتر يا رب. الفيجرز اللي انا بحبها جدا. The following graph illustrate the relationship between the nuclear energy and the number of nucleons in the isotopes. ماشي يا سيدي. Which of the following statement is true؟ تعالى بس نقول كده، هو عامل ريليشن بين مين؟ النيوكلير بايندينج انرجي and the number of nucleons in isotope of element Z. تعالى بس انا عايز حضرتك كده تفتكر معايا رول مهم جدا 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 جدا. ماشي، ايه هو الرول؟ خلي بالك الحته دي يعني معرض ان يجي لك فيها سؤال، وسؤال قوي. واحده واحده. احنا قلنا يا دكتور ان كل ما البايندنج انرجي بير ايتش نيوكلون زادت، كل ما البايندنج انرجي تزيد لكل نيوكلون، ده بيزود الاستابيليتي. صح، كلام صح، كلام صح 100%. فهو بيقول لك دي البايندنج انرجي عموما، يعني هي دي البايندنج انرجي، تمام. طيب بس خلي بالك، لو انا عايز احسب البايندنج انرجي بير اتش نيوكلون، تعال احسبها لكل واحد، ولما تزيد قوي يبقى ده مور ستيبل. تعال نحسبها هنا، نحسبها لاول واحد ده هتبقى كام؟ 123.4 اوفر، انا بحسب ايه يا اولاد؟ البايندنج انرجي اللي هي الخطوه الخامسه بير اتش نيوكلون. حسبت الرقم ده، ماشي.
بعد اذن حضرتك احسب لي الرقم ده برضه، نعملهم كلهم كده بالمره عشان ايه نحسبهم لقطه واحده. طب استاذن حضرتك معلش تقلت على حضرتك، ممكن تحسب لي ده وماله احسبه لك ما عنديش مشكله. دول 131.88 اوفر 18. تعالى بقى نقول كل رقم طلع معانا بكام. تعالى كده يا صديقي نشوف كل رقم طلع معانا بكام. احنا حسبناها بالاتش نيوكلون. بص بقى، تعالى كده ناخدها واحده واحده. اول واحد ده 7.3، ده 7.5، ده 7.712. مين اعلى ستابيليتي في دول بير اتش نيوكلون؟ ده اعلى ستابيليتي فيهم كلهم. تعالى بقى نقول the nucleus of ال 17 is less stable than ال 18. لا هو اعلى، فدي غلط. the nucleus of 16 is less ال 16 is less stable than ال 18. ثانيه، ال 16 less stable than ال 18. لا غلط، ده اعلى stability. the nucleus of Z 18 ال 18 more stable than ال 16. 18 more stable than ال 16. لا غلط، ده ال 16 اعلى. ده ال 16 يا جماعه الزد 16 اعلى واحد. طب the nucleus of Z 17 is less stable. ايوه، شوف انا عملت ايه. انا حسبت البايندنج انرجي بير اتش نيوكليون، اللي كل ما بتزيد يا اولاد بتزيد معاها الاستابيليتي بتاعت النيوكليوس. السؤال اللي بعده if you know that the mass of الماس defect of an element is كذا. ده بيفكرني برول then the nuclear binding energy of this. ثانيه واحده، احنا كنا بنقول الاي بتيكوال، افكرك بالرول، الماس ديفكت تايمز كام يا ابني؟ الرقم ده. يلا انت عندك الماس ديفكت اهو، تايمز الرقم ده ورايح دماغك. قول لي كده تطلع بكام؟ ثانيه يا عم الحاج، ثانيه يابا، ثانيه يا عم نحسبها. تطلع معانا بكام؟ ايوه 18.62. بس خلي بالك طالما تايمز الرقم ده يبقى الانرجي بالمليون الكترون فولت، يبقى مليون الكترون فولت. ماشي، فين الاجابه؟ الاجابه اهي، الاجابه دي اللي بعده 56. which of the following represent appropriate measure of nuclear stability او approximate، سوري هي دي approximate تقريبي measure of nuclear stability. ماشي، خلي بالك من الكلام اللي جاي. يلا ازاي انت بتقدر تحسبها؟ يعني ازاي بتجيبها الميجر النيوكلير ستابيليتي؟ النيوكلير بايندنج انرجي، لا هي عارف لو يجيبها لي بير اتش نيوكلير تبقى مظبوطه. افريج نيوكلير بايندنج انرجي اوف ايزوتوبس، لا. النيوكلير بايندنج انرجي بير نيوكلين، ايوه قلنا دي يا اولاد كل ما بتزيد بيزيد معاها الاستابيليتي اهو. اللي بعده the effect of magnetic field on a gamma rays is similar. خلي بالك هو ما كانش ليها تأثير يا اولاد على المagnetic فيلد لو انت فاكر. طب similar لمين يا اولاد؟ مين اللي ما كانش ليه تأثير؟ ايوه النيوترونز، صح. it's similar its effect on neutrons. اللي بعده which of the following correspond to the mass to energy conversion value. ماشي، هو بيقول لك ايه من دول اللي بيمثل تحول الماس لانرجي. ماشي، طبعا لما بتبقى في وجود الكونستانت نمبر ده طبعا هي باينه قوي يا اولاد اللي هي ال1 يو، طبعا مفيش كلام، لان احنا قلنا الرول ده يا اولاد بيتطبق لما يكون اهو، افتكر معايا، لما يكون يا اولاد المليون الكترون فولت، او يعني قولها معايا معلش، لما يكون الكونستانت نمبر الرقم ده. وتعالى اقولها لك بشكل تاني، الانرجي بتيكوال الماس تايمز، بس كده تمام 931. لما حضرتك يكون عندك، اسمع بقى الكلام، لو الام دي ايكوال 1 يو يبقى الاي هتيكوال الرقم ده بالظبط 931 الكترون فولت. امتى تقولك امتى الانرجي تيكوال الرقم ده؟ لو الام ايكوال 1 يو، لو هي بواحد خلاص.
اوكي اللي بعده. The isotope of hydrogen are identical in the all of the following. هم زي بعض في كل حاجة except يا صديقي. هم except اللي مختلفين فيه يا ولا ايه اللي مختلفين فيه؟ تعال اقول لك. The number of protons لا هم زي بعض. Their chemical properties لا هم زي بعض. All isotopes are equal stable لا مين قال لك كده؟ لا مفيش الكلام ده. طب their position in the same group of periodic table صح. يبقى هو الحاجة الوحيدة ان هو مش كل الايزوتوبس يا اولاد ايكوال ستيبل. لا في ايزوتوب ستيبل وفي ايزوتوب يا اولاد لا مش ستيبل. ده احنا قسمناهم قلنا كان عندنا ايزوتوب ستيبل وفي يا اولاد ايزوتوب انستيبل. مفيش مشكله خالص 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 خالص. سؤال حلو وسؤال خلي بالكم السؤال ده بيتكرر بشكل كبير جدا. فانا عايز حضرتك كده تكون ايه يعني مصحصح ومفوق علشان داخلين على ايام حلوه يعني. يلا بينا. Which of the following represents the mass to energy conversion value of 10 جول؟ لا اصحى لي بقى يا نجم النجوم. عندنا طلع كده جاهز لك كالكوليتور كده وتعالى لي. عندنا طلعت سؤال عالمي، سؤال بطعم وريحة الزبدة الصفراء، سؤال جميل جمال جمال جمال. تعال بص يا صديقي. انت مش مديني كله بالكيلو جرام؟ ومديني دي بالجول. طب ما ثانية. طب ما الاي بتيكوال الماس تايمز سي سكوير. طيب الماس مش معايا بس انت عندك الاي خلاص يبقى الاي اوفر السي سكوير. طب ما تجيبها ثانية واحدة. الماس يبقى انت عندك الجول ادي 10 والسي سكوير عندك 3 تايمز 10 باور 8 اول باور 2 ايكوال كام؟ كالكوليتور جميلة تطلع دلوقتي الرقم بتاعك هيطلع ايوه تمام. يبقى هو ده سؤال حلو، سؤال مباشر وما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش لف ودوران خالص. سؤال سهل اللي بعده. The most stable nucleus. The most stable nucleus ماشي is the one in which the total nuclear binding energy as high as possible. لا مش شرط، مش دي اللي تدي stability ان لو البايندنج انرجي كلها عاليه. لا يا اولاد لا. the mass of the protons equal the mass of neutrons مش شرط. the nuclear binding energy per nucleon. تاني مين اللي بيزود الاستابيليتي؟ البايندنج انرجي بير نيوكليون. قلتها 6000 مره. امتحان الشهر كله جاي في الحته دي اهو. ابريل احنا في مايو بس هو شهر ابريل. Which of the following represents the energy produced؟ ده مديها لك بالجرام بقى. يا نهار اسود مديها لك بالجرام بقى. into energy. لا ثانية واحدة كده الكالكوليتور برضو تجهز. ده احنا طالعين حرب عالمية رابعة يابا. ده انا هشوفها دلوقتي بتولع. اهدى بس كده عليا عشان افهمك هتعمل ايه. بص يا صديقي، اولا هو مدي لك الانرجي بالجرام. هقول له انا مش بشتغل بالجرام. الاي بتيكوال الام تايمز السي سكوير، بس الام دي بالكيلو جرام. حلو. فهقول له انت مش مديهاني بالجرام يبقى 11 تايمز 10 باور نيجاتيف 13 جرام اوفر 1000. طبعا عشان اخليها ايه يا اولاد؟ اخليها بالكيلو جرام. وتايمز مين بقى يا صديقي؟ 3 تايمز 10 باور 8 اول باور 2. ده الكلام بقى. قول لي بقى يا نجم الانرجي اللي هتطلع. تعالى نحسبها لك كده واحدة. ايوه تطلع معايا 9.99. خلاص ده كده باينه قوي يعني. خلاص يبقى يا دكتور الاجابه هتبقى خلي بالك دي بالجول. احنا شغالين بالجول لان هنا انت استخدمت الماس بالكيلو جرام. يبقى يا دكتور الاجابه ايه؟ 10 جول. سهله جدا 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 مفيش اي مشكله. اللي بعده which of the following represents the symbol of atom of element whose nucleus contain عنده 5 بروتون وعنده 6 نيوترون. يا ولا احنا مش قلنا الزد دي بتعبر عن البروتونز واللي فوق بتعبر عن البروتونز بلس النيوترونز. طيب يبقى اكس زد حط كام تحت؟ حط 5 ماشي. فوق تحط كام؟ 5 بلس 6 يبقى في النهايه الاكس
5 فوق 11. هل دي موجودة عندك يا ابني؟ اهي يا دكتور. ايه 1 جرام. سؤال حلو قوي، بيقول لك 1 جرام اوف سبستانس. ماشي، ماله بقى ال 1 جرام ده؟ is completely converted into energy. ده كده عايز يطبق اينشتاين. ماشي. the resulting energy is equal. هقول له ال E بتيكوال ال M times ال C سكوير. حلو ده، حلو قوي. يلا الام بكام؟ ما هو مديهاني بالجرام. لا، وانا مش هشتغل بالجرام، احولها للكيلو جرام. وتايمز سي سكوير 3 تايمز 10 باور 8 اول باور 2. يلا تعالى كده احسبها لنا، وخلي بالك الناتج هيطلع بالجول. 9 تايمز 10، وريني كده، 9 تايمز 10 باور 13 جول. ده الرقم. هل الرقم ده موجود؟ ايوه 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 ايوه، الرقم اهو. الإجابة بتاعتك هتكون بي. وبكده يا صديقي نكون انتهينا من حل أهم الأسئلة اللي إن شاء الله مش هيطلع براها الامتحان، سواء أسئلة التقييمات أو أسئلة تانية من عندنا. ولكن يا صديقي تابعنا دايما باستمرار، وشوف كل جديد احنا بننزله لك. وما تنساش ما تنساش ما تنساش ما تنساش دعواتكم لينا، وما تنسوش يعني بعد الامتحان تطمنون عليكم. ربنا معاكم، نشوفكم على خير دايما. كان معاكم اخوكم الدح كبير دكتور كرولوس ناروسو. معاكم يا شباب، ربنا معاكم، سلام.